السلام عليكم، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله بخير وإن شاء الله طيبين. استغفروا الله كده وصلوا على الرسول ورمضان كريم. هنعمل النهاردة أصحابي حلا سهل وسريع بارد كده، بدون فرن وبدون دهون، سهل وسريع واقتصادي. وهنقول على البدايل، لو انت مش عايزة تضيفي مكون هقولك على البديل بإذن الله، وتلاقي كل المكونات في مطبخك. استغفروا الله في التعليقات وصلوا على الرسول ورمضان كريم. خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. سمينا بسم الله أصحابي. معايا 3 أكواب من الحليب اللي هو ما يعادل 750 ملي أو لتر إلا ربع. معانا مغلف من الكريم كراميل اللي هو 50 جرام. طيب أنا ما عنديش كريم كراميل أو مش عايزة استخدمه، مش متوفر عندي، أقدر استبدله ب3 ملاعق كبيرة من الكاسترد، بودرة الكاسترد. طيب ما عنديش كاسترد، اقدر اضيف، احنا هنضيف في المقدار مع المقدار 2 معلقة اللي انا بضيفهم دلوقتي نشا اللي هو الكورن فلاور او المايزينا. يبقى اقدر اضيف البديل، اضيف 3 طحين او 3 نشا و2 طحين بديل الكريم كراميل وبديل الكاستر. ده للناس اللي مش متوفر عندها، وتقدري تحطي لون اصفر عشان تغيري اللون يعني براحتكم. يبقى اللي عنده كريم كراميل يقدر يشتغل، اللي ما عندوش هيضيف يا اما طحين او نشا او كاسترد. واضفت معاهم كمان معلقتين سكر. وهنبدأ دوبنا كل المكونات على البارد. لازم نتأكد ان النشا داب تماما عشان ما يحصلش عندي اي تكتلات. ورفعت الخليط على الغاز وبنخليه يغلي لحد ما يبدأ بالغليان من احراف الحلة او الطنجرة، وبنحسب دقيقتين على نار هادية يغلي تماما عشان يكون الخليط استوى. زي ما انتم شايفين بنسيبه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، واغطيه بالبلاستيك راب واسيبه بقى يبرد يا اما في التلاجة او بره حتى يتماسك تماما. هنا اصحابي بعد ما تماسك عشان ندي قوام كريمي للخليط، هضيف مغلف من بودرة الكريم شانتيه، سواء اي نوع انتوا بتحبوا تفضلوه، او الباودر الخام، كريم شانتيه الخام اللي بنشتريه بالكيلو من عند الحلواني. تضيفوا 3 ملاعق كبيرة على الخليط. وبمضرب البيض بنبدأ نخفق الكريم شانتيه مع الخليط اللي احنا عملناه بتاع البودينج، وحتى يصير الخليط كده بتلاقوه فلافي كده وهش وخفيف كأنه كريم شانتيه بالظبط. طبعا الخطوة دي بتدي هشاشة كده وبتديكي قوام كريمي كده، حاجة ناعمة كده كأنك بتاكلي حرير بالظبط بإذن الله تعالى. بتاخد العملية دقيقة أو دقيقتين حتى نخفق كل المكونات. زي ما انتوا شايفين صار معانا الخليط جاهز. معايا 4 باكيتات من بسكوت الشاي، أي نوع بسكوت شاي. ما عندكيش بسكوت شاي تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي، أو عندك بواقي كيك تفتفتيها وتكسريها كده، أو تديها ضربة في الفود بروسيسور وتشتغلي بيها. واللي ما يريد القاعدة بتاعة البسكوت أو الكيك يقدر يستغنى عنها، مفيش أي مشكلة. يعني الاكل ما فيهوش صح وغلط، في حاجه متوفره عندي مش هوقف عليها الوصفه، او حاجه انا مش بحبها وما يأثرش على الطعم العام للوصفه اقدر احذفها، وبنقول على البديل واحنا شغالين. طحنت زي ما انتوا شايفين البسكوت، ما نعمتوش قوي، خليته كده يكون فيه حتت شونكي. وهضيف عليه معلقه كبيره من الزبده، واللي ما عندوش زبده ينفع سمنه، ولو مش بتحبوها خالص ممكن معلقه حليب، يعني المتوفر عندك اشتغلي. بعد ما صار عندي كده خليط البسكوت زي رمل البحر، هنجيب بقى، وهنا الخليط بتاع الكريمة اللي احنا عملناه هحطه في كيس حلواني. وما عندكيش كيس حلواني، اي كيس تلاجة بلاستيكي، او تحطي الخليط بالمعلقة. هناخد بقى صحابي من خليط البسكوت حوالي معلقة كبيرة كده، هنحطها في قاع الأكواب. أنا حبيت أعمله حلى صغير يعني عشان إيه، يبقى حلى سواريه كده، والناس ما تاكلش كميات حلويات كتيرة. عشان انتوا عارفين طبعا ان الحلى ما ينفعش ناكله في وقت السحور عشان بيعطش. هنا اصحابي بقى هستخدم عندي موز، هقطعه شرايح كده. في كل كب هنعمله هنضيف 4 شرايح من الموز. ما عنديش موز تقدر تستغنى عنه. عندك فراولة ينفع، عندك كيوي ينفع، عنب ينفع، اي فاكهة بتفضليها تنفع يعني. عايزين تستغنوا عن الفاكهة، لكن احنا بندي قيمة غذائية، ما يبقاش حلا بس، يكون معاه فاكهة، وكمان هيدي طعم واكيد هيدي شكل حلو كمان. طيب هنا اخدت الخليط بتاع الكريم اللي احنا عملناه واضفته في كيس الحلواني عشان يسهل عليا بس ان احنا نعبي بيه الاكواب الصغيره. تقدروا تعملوا الحلة ده في كاسات او في اطباق، او في اكواب مال الاستكانات مال الشاي هذه الصغيره.
المتوفر عندك اشتغلي بيه، مش هيقول لأ. هنا طبعا اللي بيتوالى مع طعم الموز صوص الكراميل، لكن أنا عندي ما بيحبوش الصوص الكراميل، فحطيت البديل نوتيلا. طبعا لو حد هيعمل صوص الكراميل هناخد كوب من السكر هنكرمله، وننزل عليه بكوب من الحليب مدوبين فيه معلقة كبيرة من النشا ومعلقة زبدة، وتضيفيه على الخليط وتخليه ياخد غلوتين. هيبقى معاكي صوص كراميل تقدري تستخدميه، مفيش اي مشكلة. اللي يريد يستغنى عن النوتيلا تقدروا تاخدوا جزء من خليط الكريم اللي احنا عملناه الاصفر ده، بعد ما خفقناه مع الكريم شانتيه تاخدوا منه جزء وتضيفوا عليه معلقة كاكاو او معلقة شوكولاتة سايحة او اي شوكولاتة موجودة عندكم، وتخلطوها وتعملوه نص ونص، يعني يبقى نص شوكولاتة ونص كريم. لو حد ما يريد النوتيلا او مش متوفر عنده، فطبعا الموجود تقدروا تستبدلوا النوتيلا لو عند حد عنده زبدة اللوتس او زبدة الفستق. اي زبدة متوفرة عندك، مفيش حاجة متوفرة تقدري تشيلي النوتيلا خالص وتحطي برش بسكوت اللي احنا طحناه وحطيناه في القاعدة، او تحطي جوز هند، يعني المتوفر عندكم اشتغلوا بيه، ما توقفيش الوصفة. هنا اصحابي عشان نكسر اللون بس مع الشوكولاتة هضيف اللي هو الورد الجوري، والورد ده بيبقى مخصص ان احنا نزين بيه الحلويات، وعادي قابل للاكل يعني. اصلا ممكن يتغلي في مية لو حد بيعاني من مغص او الم في المعدة، بيريح المعدة لو شربته منقوع الورد يعني. ما هو ده الورد اللي هو قابل للأكل، اللي هو بنطلع منه ماء الورد اللي بنستخدمه في الحلويات يعني، هو كديكور أكتر منه أكل يعني. وكمان عشان نكسر اللون هحط ايه شرايح من الفستق اللي هو السلايس أو البيستاشيو، أو تقدروا تحطوا بقى أي نوتس موجودة عندكم تستغنوا عنها، يعني الديكور بقى والشكل ده كل واحد المتوفر عنده يشتغل بيه. ممكن تحطي حبة لوزة، حبة عين جمل، أي نوع من أنواع الشوكولاتات تقطعيها حتت صغيرة وتحطيها. وكده بقى صار معانا الحلا زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو دسم خفيف في نفس الوقت، يعني هو اللي عطاله الدسامة أكتر هي الشوكولاتة يعني، لكن لو شلناه الشوكولاتة منه هيكون خفيف. وطبعا أنا قلت لكم على اختيارات، كل واحد بقى يشتغل باللي عنده. شايفين القوام وهو لسه اصلا ما دخلناهوش التلاجة، قوام كريمي تحفة ما شاء الله تبارك الرحمن، كان طعمه حلو جدا. طبعا احنا كنا بنعمل حلا واحنا صايمين فمش هناكل، هنرجعه بقى مكانه تاني ونخليه يدخل في التلاجة وتقدموه بعد الفطار او ما بين الفطار والسحور.